السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيكه العشاق الحامض رائعه ومقادير بسيطه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. واول حاجه كيف ما كتشوفوا كنبداو بها هي المول. كندهنوا بالزبده وكنرشوا بالدقيق. دائما كنسبقوا المول هو الاول، ندهنوه ونرشوه وكنخليوه. واي وحده عندها المول ديالها كيلصق، دائما المول دهنيه ورشيه وخشيه في الفريغو علين ما وجدتي الخليط ديالك. وكيف ما كتشوفوا معايا المقادير اللي بساطين، عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، عندي عصير ديال حامضه خرج ليا تقريبا نص كاس، عندي جوج ديال البيضات، ياغورت بنكهه الحامض، وعندي معلقه كبيره ديال الخل وقشور ديال حامضه، وعندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق نفس الكاس عبرت به، وعندي خماره ديال 15 غرام. هادو هما المقادير، يعني ساهلين وبساط. كيف ما كتشوفوا اول حاجه غندير البيض هو الاول. دائما البيض كيكون بحراره المطبخ، ما كنجبدوش من الثلاجه مباشره ونخدموا به باش كينجح معنا الكيك. ضروري واحد القريصه ديال الملحه، وكنزيد السكر والقشور ديال الحامض حتى هما. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الكيكه ما غاديش نحتاجو فيها سكر فاني لان النكهه ديال الحامض غالبه، يعني ما كاينلاش نديرو السكر فاني لان اصلا ما غاديش يبان المذاق ديالو. صافي كنطربو مزيان بالطراب الكهربائي. تقدروا ديروا حتى الطراب اليدوي، ولكن هكا باش كنسهلوا علينا ودغيا كنطلعوا داك البيض كنديروا الطراب الكهربائي. اللي ما عندهاش الطراب الكهربائي دير الخلاط، يعني مولينيكس اللي كنطحنوا فيها العصير حتى هي راه كتطلع الكيك. صافي وغنبقى نزيد شويه بشويه داك الزيت، ما كنديروش دفعه واحده، كنبقى شويه بشويه وانا كنطلع حتى كندخل داك الزيت كامل كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غنزيد داك الياغورت بالنكهه ديال الحامض كيف ما قلت لكم، وكنزيد داك العصير ديال الحامض، يعني ديك الحامضه اللي كنحكو كنعصروها. انا على العصير ديالها عطاتني تقريبا جاي نص كاس ديال العصير. صافي هنا كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. انا هنا راه عبره جوج كيسان ونص، ولكن ما كنديروش دفعه واحده، دائما الدقيق كنبقاو ندخلو فيه شويه بشويه لان الدقيق كيختلف من نوع لاخر. كيف ما كتشوفوا انا غادي نضيف دوك جوج كيسان ونص كاملين. واخا تشوفوا الخليط يعني عقد شويه، ما تنساوش بلا راه باقا عندي ديك المعلقه ديال الخل. صافي وغنجيب ديك الخميره حتى هي غادي ندوزها نغربلها، لان راه تيكونوا حبيبات الخميره تتكون مكوره، ضروري ما نغربلوها. دائما الخميره كنخليوها هي الاخرى في الكيك. صافي غنحاول ندخلها مزيان كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد ديك المعلقه كبيره ديال الخل. صافي كيف ما كتشوفوا معايا الخليط بدا كيطلق راسو شويه، يعني حيت في الاول كان عاقد شويه، ولكن انا دايره بحساب ديك المعلقه ديال الخل غادي نزيدها. صافي وهذا هو القوام ديالو. كيف ما كتشوفوا الخليط صبح عندي جاهز. غادي نجيب المول ديالي كيف ما كتشوفوا. صافي وغنصب فيه الخليط كامل. بطبيعه الحال كنهزو يدينا للفوق وحنا كنصبوا في الخليط. صافي غندخلو على 180 درجه، دائما الفران بارد. انا دائما الكيك ديالي كنطيبو على فران اللي بارد، ما كنسخنش الفران. صافي كنخبطو هكا باش كنسافيو الخليط ديالنا كامل في المول، وكندخلوه للفران على عافيه كيف ما قلت لكم 180 درجه. وهنا من بعد ما خرجت الكيك كيف ما كتشوفوا صافي الكيكه راه غير كتعطي الريحه ديالها، كتعرفيها بانها طابت، وكتطفي عليها كتحمري ليها الوجيه ديالها صافي وكتخرجيها. كيف ما كتشوفوا تقدروا تخليوها هكا. انا درت لها التزيين البسيط، رشيتها بالسكر كلاصي كيف ما كتشوفوا، ودرت لها واحد الطريف ديال الحامض من الفوق للتزيين، لان النكهه ديال الحامض
حاضره بقوه في هذه الكيكه اللي كتجي رائعه. غنقطع معكم طريب باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هذه بطبيعه الحال غادي تعجب الناس اكثر، العشاق الحامض اللي كيعجبهم المذاق ديال الحامض بزاف، وحتى اللي ما كيعجبهمش المذاق ديال الحامض راه كتجي زوينه هذه الكيكه. شوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل، يعني كيك اللي ناجح 100%. كتجي رطبه وكتجي مفشفشه وكتجي كلها مخرجه من الداخل كيف ما كتشوفوا، يعني كيك ناجح 100%. كنتمنى فعلا انكم تجربوه ويعجبكم. نقطع معكم واحد الطريف كيف ما كتشوفوا. شوفوا القوام ديالها من الداخل، كيك اللي رطب ومفشفش وناجح. كنتمنى كيف ما ديما لايك للفيديو، والى اللقاء في وصفه قادمه.